الدولة، ونحن نعرف أنه واجهة لكبار العسكر. كيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك من 70,000 دليل، أهمها هو الحضور العسكري وحضور الجنرالات في كل شيء. شنقريحة يحضر في كل شيء، بل أن الأجانب، ودرك إلا كفاني الوقت نتكلم عليها، قبل شهرين السفيرة الأمريكية راح تروح تقابل شنقريحة، وقبل أسبوع وفد أمريكي من ما يسمى عند الأمريكيين بالمجلس الأمن القومي، مسؤولين اثنين جاوا يقابلوا شنقريحة. قابلوا تبون، ولكن راح يقابلوا شنقريحة. قابلوا تبون من ناحية بروتوكولية، ولكن قالوا له احنا عارفين القرار مش في يدك، نروحوا عند أصحاب القرار كما سماهم بوضياف يوما، نروحوا عند العسكر هم اللي في يدهم القرار. والحقيقة أن شنقريحة ومن معه ما قصروش في إظهار أنهم هم الدولة وهم الحكم وأن هذه واجهة ليس أكثر. الدليل تبون قبل 4 أيام راح لما يسمى بوزارة الدفاع، دايرين له قسما وجايبين له النشيد وجايبين. هل شفنا وزير دفاع لما يروح لوزارته الناس دير له النشيد الوطني ودير له الناس تنتظروا ودير له طابي روج؟ هذا دليل مش هو وزير الدفاع. من حيث لا يشعرون يأكدوا أنه ليس إلا واجهة، وهو يعرف أنه واجهة. ولكن البعض يصاب في عقله، البعض تمشي عليه البروباغندا. رايح جايبين بالماضي في جريدة الجيش المدرب الوطني في مجلة الجيش، وراح يتلاقى في شنقريحة ومانيش عارف علاش. وش دخل شنقريحة في الفوتبول؟ باش يقول لك احنا أرباب البلاد. طبعا كلما دخلوا في الفوتبول هلكوه. باش يوروك باللي هم أرباب البلاد. ما زالت صراع الجنرالات، ما زال. قبل أسبوع فقط أطاحوا واحد من كبار الجنرالات، جمال العروسي قائد الناحية العسكرية الثانية، ومر على مركز عبلة وشاف فيه انتروغاتوار خشن، وهو في السجن الآن والله على أبواب دخوله، لأنه فقط قال باللي هذه الاعتقالات تاع الجنرالات راهي تسيء لنا وتسيء للجيش، وأن اللي يقولوا راه كاين صراع أجنحة عندهم الحق، لأنهم يشوفوا في الجنرالات يسجنون بعضهم البعض، فدخلوه هو الحبس. بل أن مجموعة من جنود القوات الخاصة ظهروا في فيديو أمس، تعرضوا لتنكيل شديد حسب معلومات وصلتني، وعلى أبواب أنهم دخلوهم للحبس الآن، وراهم داينهم كما يقولوا تيموهم، يعني تريبينال ميليتير. لماذا؟ خلنا نشوفوا علاش. ديدي كم خوتنا المغاربه بالبركه عليكم ربع البرتغال من قوة الخاصة الجزائرية، ورانا معاكم خاوة والله فينا وان شاء الله. جنود وصف جنود أو صف ضباط من القوات الخاصة عبروا عن افتخارهم بانتصار الفريق المغربي وتأهلوا للدور الربع النهائي، وقالوا احنا من القوات الخاصة وباركوا للفريق المغربي ككل الأغلبية العظمى من الناس ربما في إفريقيا وفي العالم العربي، والأغلبية العظمى إذا ما قلتش ككل الجزائريين على استثناءات قليلة مرتبطة بالعصابة الإجرامية، لأنهم شافوا أن تأهل للفريق المغربي وهو الفريق الشقيق، وأننا شعب واحد في الحقيقة في بلدين، وأنا ما زلت أقولها، كثير من الأنظمة تستخدم البالون وتستخدم الفوت وتستخدمه كتلهية، ولكن في هذه الواقعة بالذات
بأنها على مستوى عالمي، وبما أن المعركة تحولت وكأنها قضية هنا ما بين الشمال والجنوب، ما بين الأوروبيين والأفارقة، ما بين أصبح تغير الميزان. وبالنسبة لنا كجزائريين النقطة المهمة الأساسية هو أن هذا الانتصار للفريق المغربي كسر البروباغندا الرهيبة اللي كانت تنتشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وهي حروب على أساس أنها ما بين الجزائريين والمغاربة. ونحن نعرف أن الشعب الجزائري والشعب المغربي هو شعب واحد، وأن الشعبين يحبوا بعضهم، ونعرف أن هناك خصومات ما بين النظامين، ولكن الشعبين يحبوا بعضهم. والحقيقة وللإنصاف قد شي مرات بعض خاوتنا الجزائريين شغل ما يعجبهمش الحال. شوفوا أنا راني مش من النوع اللي يتأثر أو تحت الضغط أو يخاف أو يجبن، وإلا ما كنتش نستمر 27 سنة. أنا ما أعتقد حق أني أقوله، قد أكون مخطئ، لكن ما أعتقد أنه الحق، والله ما يرجعني إليه الشخص أي كان. نستطيع أن ندين النظام المغربي وننتقد في أشياء كثيرة، وأنا فعلتها وقلتها ولا أخشاه لا هو ولا غيره، ولكن الحقيقة قال أن الذي بدأ بخطاب عدواني شديد هو العصابة التي تحكم الجزائر، وأن شنقريحة في 2016 يومها كانت العلاقات ما بين النظامين معقولة، والسفارات مفتوحة، والأجواء مفتوحة، والطيران مفتوح. صرح من بشار، وكان يومها هو قائد الناحية العسكرية الثالثة، قال العدو المغربي. ولم يكن يومها في الخطاب الرسمي اللي كان يقوده بوتفليقة وقايد صالح لم يكن كلمة العدو المغربي تقال، ولم يستعملها لا المغاربة ضد النظام الجزائري ولا الجزائريين ضد النظام المغربي، لكن خرج هو وقالها. هذا شنقريحة في 2016، وإذا المساعد يسمع فيها يبعثها لي بالك نزيد نوريها لكم. الحقيقة تقال أن الملك المغربي مع ما لدينا من تحفظات وانتقادات، إلا أنه مد يده عدة مرات وفي خطابات رسمية، وقال أنه يمد يده بالسلم إلى إخوانه وإلى النظام الجزائري والحكم في الجزائر إلى آخره، قبل التطبيع وبعد التطبيع. التطبيع الذي ندينه بشدة، وندين الذي يقوم به سواء كان في الإمارات أو في السعودية أو في البحرين أو في السودان أو في المغرب أو في مصر أو في الأردن أو في غيرها، سواء الذي كان يقوم بالتطبيع في السر أو في العلن. لكن نظام الملك المغربي قدم يده عدة مرات، وأن كذبة أن النظام المغربي متورط في حرائق 2021 كذبة كبرى. المتورط والمشرف والمبرمج لحرائق 2021 هو جبار مهنا، الجنرال جبار مهنا، اللي رقيتوه بعد ذلك. ولم يبرمج ذلك فقط، برمج أيضا ذبح وقتل وحرق جمال بن اسماعيل من أجل خلق فتنة بين العرب والقبائل، واللي الحمد لله الشعب تفطن لها، والد جمال بن اسماعيل تفطن لها. واتهام المغرب وارتباطه بالماك ورشاد هم اللي حرقوا المنطقة كذب، وتبرير ذلك من أجل قطع العلاقات الدبلوماسية وغلق المجال الجوي ومنع الطائرات المغربية باش تمر كذب. الطائرات الفرنسية اللي تقصف في مالي والنيجر وبوركينا فاسو تمر على الأجواء الجزائرية، الطائرات الأمريكية العسكرية تمر، الروسية تمر، الصينية تمر، الألمانية تمر، والطائرات المدنية المغربية لا تمر. نحن ضد ذلك وندينه بشدة. نحن شعب واحد في بلدين، وأقولها وأكررها، لدي انتقاداتي وقلتها علنا، وأنا أقولها منذ عدة سنوات للنظام المغربي، لكن لا يمكن
أن نقارن نظام ذبح 250 ألف من شعبه ويقمع الحراك ويسجن الرجال والنساء، يصل إلى تعرية النساء وتعذيبهم ومحاولات اغتصابهم، لا يمكن أن نقارنه بين نظام لم يقتل حتى بضعة آلاف. ندين الاستبداد أينما كان، وأنا أدين الذين يأتون إلى الحكم سواء عن طريق الدبابة أو عن طريق الوراثة، وقلتها وأقولها عشرات المرات بل آلاف المرات، ولكن علينا أن نكون منصفين بين نظام عسكري دموي قتل 250 ألف في التسعينات، وقتل قبل التسعينات، وقتل بعد التسعينات، واسألوا أهل القبائل 127 شاب وآلاف الجرحى.